كل المحطات حذرت من طقس كتير عاصف باسطنبول، بس مطرح ما ميرا ساكنة ما كان في شي. طقس مغيم شوي وهي وما حدا بالبيت بيتابع الأخبار على التلفزيون حتى يعرفوا شو صار. الماما وصلتها لميرا على المدرسة وراحت تشتغل من قهوة بعيدة شوي. كل ما الوقت قرب بصوب آخر النهار كان الطقس عم بيصير أسوأ. الهوا كتير قوي وصار يطير كل شي قباله، فالكل التزم ببيته أو بالمحل أو القهوة يلي فيها. مطرح اللي عم تشتغل فيه زينة امها لميرا كمان كتير كان عاصف، وما بقى في مواصلات شغالة. ومطرح ما البابا علاء عم يشتغل ذات الشي، وميرا علقت بالمدرسة ما حدا قادر يجيبها. بقي الطقس منيح بالمنطقة عندها، لا هوا ولا شتا، والغيوم بقيت عم تخلي أشعة الشمس توصل وتدفيهم. بس قربت تتعتم، كان الخوف يصير في ضباب. المعلمة اللي بقيت ناطرة مع ميرا حتى حدا يجيبها كانت مستعجلة، كمان هي بدها تفل على البيت عند ولادها. فيني أروح لحالي؟ كيف؟ بعرف الطريق، بيتي بعيد ربع ساعة ومع المفتاح. إذا بمشي هلأ بلحق قبل ما تعتم الدنيا. ترددت المعلمة، بس ما كان في عندها حل تاني. إذا ميرا بتمشي هلأ وهي بتمشي بالاتجاه التاني بيلحقوا يوصلوا على بيوتهم قبل ما تروح الشمس وتسقع الدنيا ويصير في غطيطة أو ضباب. ساعتها الرجعة على البيت أكيد أصعب. لبست ميرا المعطف البرنيطة، غطت دنيها منيح ولفت الشال حول رقبتها، حملت الشنطة على ظهرها ومشيت صوب البيت. الشمس بلشت تغيب والغيم خبى شو بقي مبين منها. فجأة الحرارة وطيت كتير وبسرعة، والضباب بلش يتشكل بالجو. السيارات خففت سرعة لأن الرؤية صعبة، ما بقى شايفين كتير قدامهم. ميرا قربت شوي وقررت تنطر على مقعد موقف الباص. الضباب زاد وخلى الدنيا كلها بيضة حولها، ما بقى قادرة تشوف إلا إجريها يلي صارت تمرجحهم من على المقعد. بعد كم دقيقة وقف صوت زمامير السيارات وعجقت المدينة. هدوء تام، حتى سمعت شي من على يسارها، صوت نفس تقيل. حدا تعبان. طلعت على جنبها وشافت أرنب ضخم لونه رمادي معضل مثل كأنه مقضيها جيم ليل نهار، وحامل على ظهره رزمة جزر، ربطها بحبل من على كتافه وحول خصره. حط ايده على المقعد، برم، زبط قعدته ونطر مثل ميرا. ميرا برمت وجهها عنه، كتير غريب هالشي، تجاهلته كأنه مش موجود. الغطيطة بلشت تخف. اجت ميرا بدها تنزل عن المقعد، بيمد الأرنب ايده بسرعة وبيلقطها من شنطتها. لازم تنطري بعد شوي. تحكي؟ واسمي جميل. وأنا ميرا. راحت الغطيطة كليا، صارت ميرا قاشعة كل شي قدامها. وين أنا؟ هي مش اسطنبول. كل شي تغير، ما بقى في بنايات ولا سيارات ولا حتى زفت على الطريق، بس شجر وخضار داير من دار. حتى المية اللي بالخليج القريب صارت مساحة صخرية قاحلة نشفة. الشي الوحيد يلي بقي هو مقعد موقف الباص اللي كان من ألمنيوم وهلأ صار من خشب. وين واصلة؟ هالبيت. ما في بيوت هون، وأكيد ما في بشر عايش بهالكوكب. بكل الكوكب؟ ليه نحنا مش بكوكب الأرض؟ لا، هيدا كوكب كبلر. وكيف رجع الأرض؟ بدك تنطري الضباب. إيه متى يعني؟ طقس مش مثل كل الأسبوع، يمكن الأسبوع الجاي. ميرا بتخاف، كيف بدها تغيب أسبوع عن البيت؟ الماما والبابا حيقلقوا وهي حتشتاق لهم.
ووين بدها تنام؟ الأرنب قال ما في بيوت هون. ما في طريقة تانية ارجع فيها على البيت؟ هلا اطلعي معي بالمترو على المحطة التانية، هونيكي بيت العم باشا، هو بيساعدك. الأرض بلشت تهز من تحت إجرين ميرا. حبيت التراب والحجرات الصغيرة على الأرض صارت تفسفس. شو عم بيصير؟ صوت الهدير يلي رافق الهزة قوي أكتر وأكتر، حتى انشقت الأرض تحته. طلع منها دودة أرض حمرة عبنية عملاقة، شبت بالهوا ورجعت نزلت كملت زحف. باقي جسمها بقي يطلع من الأرض مدة 15-20 ثانية. لما وقفت الخطوط المستطيلة بجسمها بعدوا عن بعض مثل رصور عم ينسحب من أطرافه، وحيوانات بغرابة الأرنب جميل ظهرت من قلب الدودة. شو بعدك ناطرة؟ قربي نفوت. لحقت ميرا الأرنب لقلب الدودة. ما كان في مقاعد، بس في فرش مدورة بالطول على الأرض على مدى الدودة، منفوخين مثل بالون المي، والقعدة عليهم مريحة بس بتزرزع شوي. تمسكي منيح. طبت الدودة على حالها مثل الرسور. سكروا كل الفتحات. هزت الأرض ونزلت الدودة تحتها، وقشط قلبها لميرا مع النزلة. بس مع الوقت ما بقى خايفانة. طلعت حواليها، الضوء أحمر كتير خفيف، ما مبين شي بالدودة غير الأرنب اللي قاعد حدها، ونجوم ضوها أزرق موزع على طول الدودة. هي الدودة هي المترو، صح. وهو دي اليوم البحر. ايه، اللي هون من وقت عيد الميلاد بيشتغلوا كل شهر كانون الأول حتى ليلة العيد، بياخدوا كم شهر فرصة من بعدها وبيرجعوا على البحر حتى العيد الجاي. شو بيشتغلوا؟ نواطير. نوادير؟ ايه، بيوقفوا على راس الشجر وبيضووا الطرقات بالليل زينة للميلاد، ونواطير تيراقبوا إذا حدا علقان بالثلج أو بده مساعدة بالبردات. طلعت دودة الأرض من تحت التراب، وقفت حتين محطة. نزلت ميرا بس الأرنب بقي بقلبها. بتلاقي العم باشا عالشجرة. ايه شجرة؟ عيطيله، هو بلاقيكي وبيساعدك. نزلت الدودة بالأرض، وميرا تمشت بين الأشجار حتى تلاقي العم باشا. يا عم باشا، يا عم باشا. زحيلة على جنب. طلع الصوت من أعلى شجرة. زاحت ميرا ووقع منها بلبل كبير خضروف عم يغزل بألوانه الفاقعة. وصل على الأرض وبقي عم يدور حول ميرا ويخبط يمين شمال بجذوع الشجر. لما وقف دوران لاحظت ميرا انه هيدا مش بلبل، هيدا زلحفة، بس بيتها مروس مثل البلبل وبتغزل مثله على ظهرها. عم باشا؟ باشا البلبل ببيته وشحمه ولحمه. شو اسمك؟ ميرا. كميرا، من يومين طبقت 400 سنة، لكن هيدي أول مرة بيزورنا حدا من عمرك. عادة الأصغر بيكونوا ببيوتهم بالعواصف والضباب. جيتي بالغطايطة ما هيك؟ قالوا لي تقدر تخلي الضباب يرجع حتى ياخدنا على بيتي على كوكب الأرض. ليه مش حتبقي معنا كم يوم نفرجيكي على الكوكب؟ بعتذر، يمكن غير مرة. طيب خلينا نشوف. أولا لازم نزيد الرطوبة بالجو، فبدنا مي، والفيلة فرفورة فيها تساعدنا. تانيا بدنا نخبي الشمس حتى تنزل الحرارة، ولهيك بدك تحكي الست جوانح. وأخيرا بدنا الضفدعة. نقع؟ لا الضفدعة ساعة؟ ساعة. ساعة؟ ساعة.
وين بلاقيهم؟ اسمعيني، بدك تستعملي داينتك حتى تلاقي فرفورة، وعيونك عراس الجبال حتى تلاقي الست جوانح، وعكعب الوادي حتى تلاقي صاع. قليلن لعم بلبل باشا بده غطيطة على الساعة 5 بعد الظهر، يعني عالدقة 17. وانتبهي، لازم تكوني رجعتي وقاعدة على المقعد بهالموقف. ما تنسي عالدقة 17 تكوني هون. ها؟ ما لحقت ميرا تستفسر شو قصده. كان العم باشا غزل حاله وفز وتخبى بين وراء الشجر وأغصانه. صارت تمشي ميرا بس ما كانت عارفة لوين لازم تروح. شو قصده داينتي؟ انه لازم اسمع شي يمكن؟ وقفت مشي، حاولت تتسمع للأصوات حولها لعلها تكتشف شي. سمعت صوت الزيز وزقزقة العصافير وهرير الهوا. شو هيدا؟ لحقت ميرا الصوت. كل ما قربت كل ما الصوت صار أقوى، حتى لقت فيلة عملاقة طويت ركابها وكواعها وفزت بالعالي. رفرفت دنيها الكبار وبقيت بالهوا 15-20 ثانية ونزلت على الأرض. خبطت فيها، طلع صوت كتير عالي خلت الأرض تحتها تهز. فرفورة؟ أهلا، كيف في يساعدك؟ اسمها ميرا، وقال لي عم بلبل باشا انه بده خطيطة الساعة 5. فيك تساعدينا؟ اليوم؟ مرة تانية؟ غريب، من أيمتى بطلوا أكتر من غطيطة بالنهار؟ عم يساعدني ارجع كوكب الأرض. طيب أكيد. شكرا إليك. يا هلا، تشرفت بمعرفتك. ركضت ميرا، وقفت بعيد عن الشجر حتى تقدر تشوف راس الجبال. لاقت طاير أسود كبير على جبل من هالجبال، فنادت له: 6 جوانح، 6 جوانح. شو قلتي؟ عم بتقلك 6 جوانح. مجموعة من الكائنات بترد عليها للست جوانح من كل الاتجاهات، لأن سماعها تقيل. بتمد الست جوانح جناحها الأسود الكبير من أعلى الجبل لكعبه مطرح ما كانت ميرا واقفة. عربشت ميرا عليه حتى وصلت لعند الطير. لك بعتذر منك، مشيتك كل هالمسافة، ما قادرة اسمعك من بعيد. ولا همك، اسمها ميرا وبعتني عم باشا حتى تساعدينا نعمل ضباب. علقيني على كوكبنا وبدك ترجعي، ما هيك؟ ايه، فيك تساعديني الساعة 5. لك تكرمي، بدك نعزلك على الوادي تتخابري ساعة. مدت الست جناحها صوب الوادي وتزحلت ميرا عليه حتى غطست بمية النهر. سبحت وطلعت على الضفة. بقلب النهر لقت ميرا مجموعة من الضفادع، كل وحدة قاعدة على ورقة زنبق طايفة على المي. مرحبا، مين فيكن ساعة؟ ردت وحدة من الضفادع، ساعة؟ ورددوا وراها الباقيين. راقبت ميرا كيف رقبتهم عم بتعبي هوا وترجع تفضيه مع كل كلمة ساعة. ومع الوقت نسمة هوا باردة تشكلت من صوب هالضفادع. ضبت ميرا المعطف على حالها من السقعة، وقبل ما تلف وتمشي صوب موقف الباص لاحظت بسينة طايفة بقلب المي. نايمة ولا؟ تحركت البسينة، مددت جسمها، طرطقت ظهرها وكملت نوم. من أيمتى البسينات بحبوا المي؟ من بعيد اجت مجموعة طيور صغيرة أصغر من كف إيد ميرا، اسمها طيور الطنان. الطيور لونها أزرق وأخضر، منقارها طويل وعادة تاكل رحيق الأزهار. ميرا شايفة مثلهم من قبل، قريت عنهم بشي كتاب. غط كل طير على زهرة من الزهر الأحمر على طول ضفة النهر. قربت ميرا من حد واحد من هالطيور، ما كان عم ياكل رحيق الزهرة بس واقف بالهوا. طاير
بعيد سنتيمتر عن وسط الزهرة. كمان لاحظت ميرا إنه بوسط الزهرة في دايرة معدنية. مدت إيدها وقبل ما توصل للزهرة تتفحصها نقر العصفور على وسط الزهرة، وبنفس الوقت وبتناغم كتير دقيق كل الطيور الباقية عملوا نفس الشي. طن طن. تاني رنة. طن. 3 وبقيوا مكملين. هيدي الرنات بتشبه رنات الساعة. صارت الساعة 5 وبعدها ميرا ما وصلت على موقف الباص. ركضت أسرع ما فيها مع إنها عارفة قديش هي بعيدة وما حتلحق توصل. طن. 9. طن. 10. طن. 11. فزت البسينة يلي كانت بالمي وركضت صوب ميرا. حجمها أكبر بكتير من ما كان مبين عليها هي وبالمي. لقطت ميرا من تيابها، حملتها بتمها ونطت فيها. قفزت قفزة عالية لفوق فوق، كانت حتخبط بجانح الست جوانح يلي هلأ صارت مدته فوق كل المنطقة وحاجبة عنها أشعة الشمس. هني وعم يوقعوا بعد القفزة ميرا صرخت، بقيت عم تصرخ وصارت تقرب أكتر وأكتر من الأرض. شافت الفيلة فرفورة بالخليج القاحل بوجه موقف الباص عم تنط على الصخرات، وساقية مي طلعت من التشققات فيهم وبلش الضباب يتكون. وصلت البسينة حد المحطة وفلتت ميرا من تمها. عجلي. طن. 15. عيدي على المقعد وما تنزلي حتى يزيح الضباب وتشوفي كوكبك. طن. 16. ركضت ميرا وقعدت. طن. 17. غطى الضباب كل شيء قبالها. صارت تمرجح ميرا اجريها لحد ما بلشت تسمع صوت الزمامير والضباب بلش يزيح. واسطنبول رجعت تبين. الدنيا كانت عتمة، بس لقيت ميرا حالها أقرب على البيت على المحطة التانية، وبقيلها بس دقيقتين مشي حتى توصل. فتحت ميرا باب البيت، غيرت تيابها، لبست بيجامتها، فرشت سنانها ونزلت دغري بالتخت. يمكن بقيت دقايق قليلة بكوكب كبلر، بس حستهم ساعات. كانت تجربة غريبة ممتعة بس متعبة كتير. غمضت ميرا عيونها وغفيت. توتي توتي توتي. خلصت الحدوتة. لمين بدنا نقول تصبح على خير هالمرة؟ لا أنابل. يلا تصبح على خير أنابل. تصبح على خير أنابل. Good night.